ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. وابتدينا مع بعض فيديوهات الكحك. اول فيديو دوت معانا وهي الجريبة من نواعم العيد. ربنا يا رب يجعله عيد سعيد علينا جميعا يا رب وعلى أمة المسلمين أجمعين. زي ما انتم شايفين قد ايه الجريبة ناعمة، وكمان حلوة جدا ولونها فاتح ومتماسكة، وكمان مش هتطلع ناشفة معاكي ولا خشنة. وهقولكوا على كل الاسرار اللي يخليها تطلع معاكي مظبوطة زي بتاعة المحلات بالظبط، وكمان يمكن احسن. بس اهم حاجة تبقوا متابعين الفيديو من اوله لاخره، ولو حتى في حاجة صغيرة جدا ما تحاوليش ان انتي تهملي فيها عشان تطلع معاكي الوصفة ناجحة حلوة جدا. عندي 350 جرام من السمنة، والسمنة دي بتكون طالعة من التلاجة، يعني مش متجمدة ومش سايحة، تكون في التلاجة متماسكة كده زي ما انتوا شايفين. ولو بمقدارها مقدار الكوباية، يعني لو عايزة بالكوباية بتكون كوباية ممسوحة وتلات ارباع كوباية تانية. الكوباية اللي هو مج الشاي العادي اللي موجود في اي بيت. هبتدي ان انا اضربها بمضرب، لو عندك عجان ينفع، مضرب كهربائي ينفع، لو حابه ان انت تشتغلي بايدك كمان هينفع، بس هي هتاخد معاكي وقت شويه. هبتدي بقى ان انا اضربها جامد كده بالمضرب لغايه لما يتغير لونها، وكمان تدي فوليوم كده وتبقى هايشه. كمان هقولكوا على حاجه تانية. تقدري تستخدمي سمنه بلدي، او تقدري تستخدمي المقدار بتاعك، مثلا كوبايه الا ربع من السمنه البلدي وكوبايه الا ربع من اي سمنه تانية بتحبي تستخدميها، تكون يعني سمنه نباتي. هتقولي لي ينفع استخدم زبدة؟ ما ينفعش في الوصفة تستخدمي زبدة الا لو مسيحاها ومخرجة منها المية بتاعتها. يعني الزبدة اللي احنا بنجيبها من المحلات اللي هي زي الفرن او النيوزيلندي او الكريستال، لازم تسيحيها على النار زي السمنة البلدي كده عشان تطلع اي مادة سائلة فيها، عشان تقدري تستخدميها في النواعم بتاعتك وما تنشفهاش كمان معاكي. ضربت السمنة زي ما انتوا شفتوا لغاية لما لونها فتح كده، وبعد كده نزلت عليها بكوباية الا ربع من السكر. لو هتوزنيها بالميزان هي عاملة 125 جرام من السكر البودر. يعني بتنخليه وبعد كده بتوزنيه بعد ما تخليه بودر يعني. هبتدي ان انا اضربهم مع بعض كده كويس جدا، ودي اهم خطوة. ما تكسليش، لازم تضربي السكر مع السمنة حلو جدا عشان تطلع معاكي النتيجة ناجحة، وكمان عشان خاطر السكر يدوب مع السمنة كده وما يبقاش فيه اي تخريزة في العجينة بتاعتك. خلصت ضرب، طبعا انا ضربتها اكتر من كده بس انا بجري معاكم الفيديو عشان ما يطولش معاكم. وهبتدي بعد كده استغنى خالص بقى عن المضرب. هنزل اي الجوانب كده في البولة. وعندي هنا نص كيلو من الدقيق، هنزل عليه برشة من الملح. وبس كده، هي دي المكونات اللي عندنا. بس برضو الجريبة ليها تكات كده لازم تعرفيها في السوا وكمان في التشكيل، وبعد ما تشكليها تعملي فيها ايه. نزلت بالدقيق طبعا، ما نزلتش بيه كله مرة واحدة. لازم في اي حاجة بتستخدمي فيها دقيق ما تنزليش بالدقيق بتاعك مرة واحدة، لازم تنزلي عليه بالتدريج كده لغاية لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هبتدي بقى ان انا استغنى عن الاسباتيولا، وهبتدي ان انا اعمل الم العجينة بايدي. الجريبة مش بتتعجن زي العيش يا بنات، هي بس بتتلم بصوابع الايد زي ما انتوا شايفين ما انا بعملها كده. زي البسكوت كده، مش بتحب عجن كتير عشان لو اتعجنت كتير منك او عملتيها معاملة عجينة العيش او اي حاجة او اي مخبوزات هتلاقيها نشفت معاكي، وكمان هتلاقي وحدة الجرايبة بعد كده وانتي بتاكليها بتعض كده وما تبقاش ناعمة خالص. هلم كل الدقيق الباين كده بطراطيف في صوابعي. انا مش بعجن جامد، انا بس عشان مجرية الفيديو، لكن انا بحرك العجينة بتاعتي بصوابع ايدي كده عشان خاطر تتشرب السمنة والسكر كده وتبقى حلوة. هتحسي في الاول ان العجينة بتاعتك مفرولة، لكن هي مع الوقت بعد كده هتلاقيها بتلم معاكي وكمان بتبقى طرية. هتبتدي ان انت تلميها كده وهتلاقي ايدك بتلزق. هبتدي ان انا هنزل كمان ببقية الدقيق، بس الاول بحب الم بقية العجينة كلها لغاية لما كل دقيق يختفي واحس ان فعلا العجينة بتلزق ومحتاجة دقيق. هبتدي ان انا انزل ببقية الدقيق اللي عندي.
الاول هجرب كده تست الحته من العجينه، ممكن ما تحتاجيش كل الدقيق وممكن تحتاجي. لما تلاقي الجريبه بتاعتك بتشقق كده يبقى هي لسه محتاجه ان هي تتعجن شويه، وكمان محتاجه لسه شويه من الدقيق. هبتدي ان انا اعجنها شويه كمان، وبعد كده هبتدي ان انا انزل ببقيه الدقيق اللي عندي. برضو ما نزلتش بيه كله، نزلت بجزء منه بس. انا برضو هستخدم كميه الدقيق كلها. طبعا انتي مش شرط ان انتي تستخدمي النص كيلو دقيق كله، ممكن تطلع معاكي العجينه ناجحه من غير ما تكملي النص كيلو، حسب طبعا الدقيق اللي بتستخدميه وامتصاصه للسوائل بتاعتك. هجرب برضو تست الحته تانية. هبتدي ان انا اكورها على ايديا زي ما انتوا شايفين كده، وهضغط عليها. لو ابتدت ان هي تشقق معايا يبقى كده العجينة لسه برضو محتاجة ان هي تتعجن شوية، وحطيت بقية الدقيق اللي عندي وخلاص كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها. انا هستخدم دقيق تاني، هستخدم يعني في حدود معلقة كده من الدقيق، بس عشان خاطر العجينة عندي كانت ملزقة خالص، مكنتش هقدر ان انا المها بالطريقة دي. لكن انت ممكن ما تستخدميش زي ما قلتلك النص كيلو دقيق كله. هنرجع تاني لموضوع السمنة. لو مش حابة تستخدمي سمنة بلدي هتستخدمي سمنة عادية، وممكن كمان تجيبي اللي هي ريحة الكحك اللي هي بتبقى بالسمنة البلدي. في روايح كده بتتباع عند اي عطار بريحة السمنة البلدي، تقدري ان انت تضيفيها على السمنة بتاعتك وهتديها ريحة السمنة البلدي بالظبط. برضو دي هجرب ان انا اعملها كده وهشوف ايه العجينة بتاعتي. بس بحاول ان انا املك حتة العجينة كده عشان خاطر تبقى معجونة كويس معي. هضغط عليها برضو وابتدت برضو تشقق تاني، عشان كده جبت لها معلقة من الدقيق. دي معلقة كده من الدقيق نزلت بيها بالتدريج عشان لو ما كنتش هستخدمها كلها، لكن انا استخدمت معلقة الدقيق كلها. انا ليه مش بقولك يعني ما تجريش الفيديو عشان تشوفي كل الخطوات وتشوفي كمان شكل العجينة بعد ما تتعجن. هروح بقى الم بقية العجينة كده. ولو حسيتي ان كل ما يعني كل ما بتعجني فيها برضو بتلزق اكتر، هتبتدي ان انتي تغسلي ايديكي وتنشفيها، وبعدين ترجعي ان انتي تعجنيها عجنة تانية عشان خاطر تضيعي اي حاجة يعني من العجينة اللي بتبقى لازقة في ايديكي. هنا العجينة ده كان اخر تيست ولقيتها مش بتشق معايا، فجبت الصاج بتاعي مش مدهون اي حاجة. الاحسن ان انت تجيبي صاج، لو يعني هتعملي في صاج يكون صاج تقيل مش خفيف يعني مش بيتلسع، يا اما في الصواني بتاعتك اللي هي الالومنيا عشان خاطر بتوزع الحرارة كويس جدا. انا وزنت القطعة كده، هخلي كل القطع 10 جرام. طبعا لو انت ما عندكيش ميزان او مش حابة ان انت توزنيها، بتكون زي يعني مقاسها كده بيبقى اكبر من البندقية، حاجة بسيطة. عملت معايا كمية كويسة جدا، النص كيلو، وكمان طلعت ناعمة وطلعت طعمها كمان تحفة جدا. بملك الحتة كده في ايديا، وبعد كده بحطها زي ما هي، مش بضغط عليها. مستوى الضغط دوت او مرحلة الضغط بحاول ان انا اضغط عليها في الاخر خالص لما بكون خلاص هحطها في الفرن. طبعا الجريبة بتتزوق وبتحط فوق منها لوز او بيتحط منها بندق، او في بيبقى لولي كده بتاع الجريبة. بس انا بصراحة بحبها سادة زي ما انتوا شايفين كده، مش بحب احط عليها اي حاجة. دي الكمية بتاعتي طبعا اللي في الصينية الجرانيت دي. انا عملتها يعني كانت حتة عجينة فضلت وعملتها، بس طلعت معايا متحمرة زيادة. فعشان كده بقولك استخدمي الصواني اللي هي الألمونيا او الصاج اللي هو يكون تقيل شوية. بالنسبة بقى للتسوية، انت بتسخني الفرن يعني بتخليه سخن بس مش حامي قوي، وبتخلي الحرارة بتاعته لو بتتظبط على 160. او لو الفرن بتاعك زي كده مش ملهوش يعني درجات حرارة، بتخليه على الوسط، وبتحطي الصاج بتاعك في الرف التاني بعد النار يعني برفين كده. وكمان بعد كده بتقلبي الصاج يمين وشمال، وبتشوفي بتضغطي عليها ضغطة بسيطة. لو بصمت معاكي جامد يبقى هي كده لسه ما استوتش. لكن لو بصمت من ايديكي حاجة بسيطة يبقى هي كده استوت. ما تسيبهاش لغاية لما تتحمر. وده بيكون فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك وشير، ولو مش مشتركة في القناة تشتركي وتفعلي الجرس. مع الف سلامة.